السلام عليكم. مهم جدا لما تيجي تركب بلية بتاعتك ورا في ظهر الموتور، تتأكد ان الوردة دي موجودة. الوردة دي موجودة، اسمها وردة الحبس. شايفها؟ وردة سوستة، وردة حبس. فاهمني ازاي؟ بتسمى وردة عشان دي بتزنق البلية معاك. شايف؟ بتزنق البلية معاك هنا، خلي البلية مزنوقة مع الظهر. شايف؟ الوردة دي وردة اهي، شايفها؟ مهمة جدا الوردة دي، وردة سوستة معرجة اهي، وردة سوستة. شايف شكلها؟ ان غالب البلي كله مش مطابق مع الوش، مش مطبق مع البلي مع الوش. فالوردة دي بتعمل عملية ليونة، يعني عملية تسهيل، عملية كونتراست بين الوش الخلفي والشحط الأمامي. مبقاش محكوم حكمة اللي بين البلي ياكل بعضه، لا، في زي خلوص بس بوردة. شايف؟ وردة اهي، الوردة دي اسمها وردة سوسته. شايفها فوق البلي؟ مهم جدا برضو بين الموتور وبعضه ما اقصش كاوتشه كده، ما اقصش كاوتشه بلدي، حط كاوتشه تكون زي الجوانه كده. ممكن ما تبانش معاك شويه، بس ايه طبعا لابد يكون ورده بجوان. شايف؟ هنا معاك الكشاف، يعني في ورده هنا كده، شايفها؟ مش عارف تبان معاك ولا لا. ركب ورده، شايفها؟ ايوه بان شويه اهي. شايف الورده دي؟ ورده كده بتبان عشان خاطر لو السي ضرب لاي ظروف ما يرميش ميه على الاوتوماتيك على الملف بتاعك. يعني خطوات في الموتور، كل خطوه في الموتور انت هتبقى ايه عارف ميزتها ايه وعيوبها ايه. هنا برضو في جوان، بتركب جوان تخين. شايف الجوان ده تخين ازاي؟ تخين، لكن ما تعوضش جوانك الخفيف بتفلون. ما تعوضش جوانك الخفيف بايه؟ بتفلون. كده مش شغل مظبوط. تمام. مهم جدا لما تكشف على المجموعه، عشان في مجموعه بتكون مشروخه وانت مش واخد بالك، طبعا من عدم وجود سيف جارد بيخلي المجموعه تشرخ. هنا في تفويت. شايف التفويت بيجي من ايه؟ شايف؟ واضح التفويت؟ بص كده كده، واضح التفويت؟ واضح معاك؟ واضح؟ التفويت ده بيجي من ايه بقى؟ نشوفيه ميه، عدم وجود سيف جارد. عدم وجود سيف جارد يا جماعه في الموتور، حتى الوش بتاعك عدل ممكن يشرخ من كتر السخونيه الجامده قوي، يشرخ. مهم جدا المسمار بتاعك لما تيجي تربطه بكل ورده. مهم جدا المسمار بتاعك لما تربطه في الخزنه تحت بتاعه بيت الورسيل تكون مزيد مكانه، زيد مكان المسمار. يجي اللي بعد منك يفك بمنتهى السهوله. مهم جدا تراجع كل خطوات الموتور خطوه خطوه باذن الله. كل مسمار، كل ربطه، حتى شحطه البليه، تشحط البليه بزيت. مهم جدا تخلعها زي ما قلنا بزركينه. تمام. كل خطوه في الموتور باذن الله تستعين بالله سبحانه وتعالى. اتاكد كمان برضو ان الجوان بتاعك اللي جوه الزور هنا في الموتور، اللي جوه الزور ماشي. وجه عليها ماشي. مهم جدا الجوان هنا فيه اولسيد هنا كده جوه الفرغه. تمام. بيكون الاولسيد ده اما تيجي تحط الوش بتاع الموتور وتشحط بيه بتلاقي الجوان ده اللي جوه مش هنا، اللي جوه قفل معاك في المنيم ده. يوم لما يحكم المنيم يبقى الشفط حكم الشفط بتاعك. الموتور ده شفطه كويس بس بيفوت، بتلاقي بيعمل، انت طبعا ما بتشوفش الكلام ده بعينك، بتلاقي الموتور شغال كابس وهنا كده ضرب صاروخ ميه. يبقى كابس وضرب صاروخ ميه، بدل ما يجيب لك مثلا 6 7 بار مثلا يجيب لك 3 ونص 4 بار، عشان خاطر هنا كده عامل تفويت، زي واحد كده ايه بينفخ في بالونه فيها ايه فتحه مخروم. فاهم ازاي؟ ادي التفويت حتى شكلها ايه باين لوحدها في الدوران اهو. طبعا خطوه بخطوه مع سامي جد الله بنتعلم مع بعض ان شاء الله الموتور يتقفل ازاي، اي موتور إن كان. ولازم الموتور بتاعك يتقفل يكون بيجري كده. تمام. يجري كده معاك باذن الله. تختار البلي المناسب المحترم الدرجه اولى. تمام. تختار قطع غير ممتازه طبعا باذن الله. واهم حاجه يا جماعه تركب سيف جارد. سيف جارد كده. اهم حاجه يا جماعه نركب سيف جارد. تمام.
هيركب ان شاء الله باذن الله. معانا سيف جارد بتاعنا نركبه طبعا في الفرغه بتاعتنا، ونوصلها الاوتوماتيك طبعا باذن الله. تمام كده انا هحمي موتوري زي ما قلنا قبل كده كذا مره. هحمي موتوري من انه يسخن، من انه لا قدر الله ممكن يتحرق، يضرب معايا مجموعه يكسر الوش زي ما قلنا قبل كده كذا مره. تمام. الموضوع يا جماعه مكرر كتير جدا، بس انا بوريك انه مكرر مره واثنين وثلاثه وعشرة الف ليه؟ عشان انت نفسك تحتاط لنفسك بعد كده وتامن موتورك، بدل الغلبه اللي احنا فيها دي كلها لا نتفاداها ونركب جهاز سيف جارد ان شاء الله. نهاركم ابيض، وربنا يصلح حالنا وحالكم ويعلمنا عليكم. صلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.